احذر من الغفلة، لأن الغافل ظلوم لنفسه، فإذا نزل به الموت تذكر هذه الأوقات فاحذر. يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الغافل ظلوم لنفسه يا عبد الله. أتدري لما؟ لأنه غفل عن الآخرة، غفل عن الزلزلة، غفل عن الطامة، غفل عن الصاعقة، غفل عن الصاخة، غفل عن يوم الحساب، غفل عن يوم الدين، غفل عن يوم الفصل. ألا تقرأ هود؟ ألم تقرأ الواقعة؟ ألم تقرأ المرسلات؟ ألم تقرأ التكوير والانفطار؟ ألم تقرأها؟ إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فاحذر من هذا اليوم. الغافل يا عبد الله ظلوم لنفسه. أتدري لما؟ لأنه غفل عن الجمع والجماعات، غفل عن حي على الفلاح، غفل عن دروس العلم، غفل عن ذكر الله، غفل عن قراءة القرآن، غفل عن الأعمال الصالحة. فهذا سيندم في قبره وسيندم عند موته وسيندم في أرض محشره وسيندم إذا أدخل النار والعياذ بالله. ألا تدري ما يقولون؟ يقولون إذا خرجوا من قبورهم: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ظلم وظلمات. وإذا أخرجوا على أرض المحشر قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وإذا كانوا على أرض المحشر وتطايرت الصحف وكل واحد ينتظر نتيجته النهائية، فإما سعيد لا يشقى بعدها أبدا، وإما إلى الحطمة أو لظى أو السعير أو جهنم والعياذ بالله. فماذا يكون حاله؟ فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. هكذا يكون حاله. أولا تريد أن تكون من هؤلاء الآمنين الذين يساقون إلى ربهم وفدا مكرمين ويطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. أم تريد أن تكون يا عبد الله من هؤلاء؟ والعياذ بالله. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ماذا سيكون حالهم؟
ماذا سيكون حالهم؟ ينادون في النار فيقولون: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. يأتيهم الجواب بعد 1000 سنة. قال: إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. كانوا في غفلة من أمرهم. فاحذر يا عبد الله أن تكون من هؤلاء